فبدأ كلامه بالحديث عن قصة الرخصة الأفريقية، وبإن أدينا شفنا أندية بتاخد الرخص الأفريقية وهم عليهم مديونيات، اللي هو أنا بص قصفت جبهتك خلاص. إيه المشكلة إن نادي ياخد الرخصة الأفريقية وهو عليه مديونيات؟ إيه الأزمة؟ فين المجاملة اللي اتعرض ليها نادي الزمالك؟ فعشان نفهم ده ببساطة شديدة ممكن تدخل على الويب سايت بتاع كاف أونلاين، الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي، وهتلاقي القواعد المنظمة لحصول الفرق على الرخص الأفريقية، وهتكتشف بوضوح شديد بأن يجب أن يكون النادي الحاصل على الرخصة الأفريقية للمشاركة في البطولات الأفريقية بحد أقصى يوم 31 مارس من كل سنة لا يوجد عليه حكم نهائي بات بوجود مستحقات لصالح لاعب سابق أو مدرب سابق. وبالتالي أي نادي وصل ليوم 31 مارس وما عليهوش حكم نهائي لصالح لاعب او مدرب سابق عنده يقدر ياخد الرخصه عادي جدا. وعشان كده لو انت رجعت حتى بالاخبار وكتبت على جوجل عادي الزمالك يحاول اللحاق بالحصول على الرخصه الافريقيه والوصول الى تسويه مع خالد بوطيب، ده اللي عمله الزمالك. وبالمناسبه مش بس السنه دي والسنه اللي قبلها والسنه اللي قبلها، اللي كلنا عارفين ان الزمالك عنده مشاكل في المستحقات السابقه للاعبين ومدربيه بقالنا كذا سنه. فالزمالك قبل المهله المحدده من الاتحاد الافريقي كان عليه حكم نهائي بات واحد بس اللي هو لصالح خالد بوطيب، اما كل القضايا الاخرى بتاعت باتشيكو او بتاعت فرجاني ساسي اللي لسه مستمره او شكوى ابراهيم انداي وغيره كل دي لسه مستمره، سواء لم يتم الحكم فيها اصلا او تم الحكم فيها ولكن لسه يوجد درجات تقاضي اخرى ممكن الزمالك يستمر او يلجا اليها. وبالفعل الزمالك السنه اللي فاتت والسنه دي وصل لتسويه وموافقه من خالد بوطيب، تم اختار الاتحاد المصري بيها وتم اختار الاتحاد الدولي بيها، فقدرنا ناخد الرخصه عادي جدا. زينا زي كتير من الانديه في مصر والعالم بيبقى عليهم قضايا وعليهم مستحقات وبيقدروا يحصلوا على الرخص المطلوبه للمشاركه في البطولات القاريه، لان لسه اصبح الحكم مش حكم نهائي بات، او اصبح حكم نهائي بات ولكن وصلت لتسويه ماليه على سداد المستحقات اللي عليا للعيبه على فترات، ووقع اللاعب ووافق اللاعب اللي ليه مستحقات او المدرب اللي ليه مستحقات على هذه التسويه. فادي يا عم قصه الرخصه الافريقيه، وده حصل السنه اللي فاتت وحصل السنه دي وهيحصل السنه الجايه، عشان برضو ايه لو يعني حب الاستاذ شادي حبشي او غيره يستخدمها السنه الجايه خلوها عندكم في الدرج، يعني طلعوها السنه الجايه.